تعادل عادل، ولكن الزمالك كان يستحق الفوز فيه. في الكورة أسود، جمهور أسود، ورا الزمالك كل استاد موجود. رحنا في ده دايما معاه، بالنادي باسمه في كل بلاد الله. الزمالك اتعادل مع الاهلي، خلي بالك هي مش تحسب لنا فرحة او مثلا احنا تعادلنا كده مع الاهلي احنا كده كسبنا. بالعكس، انا لما تعادلت مع الاهلي بشرف. انا ليا على فكرة ضربة جزاء بتاعت بنتايج، اللي من وجهة نظري افضل باك شمال في مصر حاليا بلا منازع. يعني افضل باك شمال بتكتيك عالي من بسوريو، خلى الفريق ليه شكل وليه قيمه قدام الاهلي. انت الاهلي تعرف اخر 5 نتائج ما بين الاهلي والزمالك؟ ولا عارف يكسبك ولا انت عارف تكسبه. فديربي طعمه حلو. ديربي خلاص ما بقاش فيه ان الاهلي هيخش زي ما بيقولوا قبل كل ماتش هنكسبكوا 5 6 7، ويجوا قدام الماتش والله ما بتشوفهم. النهارده سجل الهدف الاول للاهلي اشرف بن شرقي الوافد الجديد، ولكن جمهورنا بيقدره ويحترمه. جاب الهدف ورفع ايديه الاتنين لفوق وقال لا 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 مش هحتفل. احترام كبير لاشرف بن شرقي. والمدرب صراحه تغييراته كانت بطيئه. كان لازم من قبل الجون ده تنزل ناصر منسي ومصطفى شلبي وتحرك الجبهه اللي كانت نايمه اصلا 80 دقيقه، جبهه نايمه على الاطلاق. كويس انك نزلتهم وخطفت التعادل. تعادل عادل، ولكن القادم افضل لنادي الزمالك مع بسوريا. هنشوف اداء حلو لو كان كروس مكمل في الماتش ده. ده بقى اللي انتوا كنتوا تقولوا فعلا نشيل 6 5 اللي انتوا كنتوا عايزينه تقولوه. متنساش عارف الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والكومنت الايجابي. متنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. وكسبنا قلب دفاع كبير. صلاح مصداق صدق اللي صدقك. العين حلوه قوي اللي بتجيب اللعيبه المغربيه دي. صلاح مزداك ولا بنتايج لازما نفعل بند الشراء الرسمي ليهم. لازم تفعل بند شراء بنتايج في أسرع وقت ممكن، لأنه راح يتخطف منك في أي حتة. الواد فردة أقسم بالله بقالها كتير ما جت مصر، ولا فتوح ولا مفتوح. كل ده كلام فارغ. الواد زي ما الكتاب بيقول بيعمل كل حاجة في كرة القدم. بنتايج هايل وحتة لعيب. هو مكسب السنة دي لنادي